اهلا بحضراتكم في قناه اتعلم في دقايق. اذا لسه ما عملتوش سبسكرايب واعجاب للقناه من فضلكم اعملوا ده. النهارده هكلمكم عن وجبه جميله خفيفه لطيفه انا اللي طبختها والفتها، بتتكلم عن موضوع التواصل. 4 مكونات هشرحها لحضراتكم بيحسنوا كتير ان شاء الله من عمليه التواصل مع الاخرين. تعالوا مع بعض نشوف الوجبه دي انا سميتها ايه. الوجبه دي لو جينا بصينا كده وقرينا بالطول اسمها تيبس. وكلمه تيبس في اللغه الانجليزيه ليها اكتر من معنى، ممكن يكون ليها معنى البقشيش، لكن النهارده مش هو ده المعنى اللي احنا عايزينه. ليها معنى اخر اللي هو معنى نصايح. فالنهارده الوجبه مكونه من 4 مكونات بديكوا نصايح ان شاء الله اذا اتبعناها هتحسن كتير من مهارة التواصل مع الآخرين. طيب هذا الاختصار برضو في الإنجليزي الكلمة دي بيدوها اسمها أكرونيم. أكرونيم يعني اختصار الكلمات. يعني إيه؟ يعني يبقى عندي مجموعة كلمات باخد الحرف الأول من كل كلمة وبكون في الآخر كلمة. وزي ما احنا شايفين كده 4 حاجات أو 4 كلمات أو 4 مكونات أو فريزز أخدنا الحرف الأولاني من كل حاجة وكونت في الآخر وألفت هذه الوجبة اللطيفة اللي هي تيبس. تعالوا نبص على ال4 كلمات أو ال4 فريزز دول هم إيه؟ حرف التي هنا stands for اختصار لإيه؟ thank you. وبعد كده الآي I am not sure. البي please. والإس في الآخر لكلمة سوري. يلا بينا ندخل على الكلمات وأشرحها لحضراتكم في الاختصار الخاص بتيبس اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. طيب نبدا بثانك يو ونبدا بكمان بليز. ليه بناخد الكلمتين دول مع بعض؟ هم زي باكج كده على بعضهم علشان المسمى بتاعهم ماجيك ووردز. الكلمات دي بنسميها ماجيك ووردز او الكلمات السحريه. طب ليه بنسميها كلمات سحريه؟ لان بيبقى ليها اثر طيب جدا على الشخص اللي بيتلقى هذه الكلمات. النهارده انا لما اقول لحد لما اجي يعمل حاجه كويسه اقول له ثانك يو، ده حاجه بتبقى تحفيزيه لهذا الشخص اللي بيتلقى كلمه ثانك يو مني. تمام؟ للاسف الشديد في بعض المديرين ما بيشكرش الموظف بتاعه. يقول لك اصل لو شكرته هيتمرع، اصل لو انا شكرته ما هو بيعمل شغله اشكره ليه؟ طب ما هو عمل شغله، هو يستحق هذا الشكر. على فكره التحفيز مش كله فلوس، التحفيز جزء كبير منه بيبقى كمان معنوي. فكلمة شكرا بتفرق كتير جدا مع الناس، فلو سمحتوا استخدموا ثانك يو. طيب الكلمة الثانية اللي هي بليز زي ما قلنا هي مع ثانك يو بنسميهم الماجيك ووردز. برضو قبل ما اطلب حاجة من حد يبقى حلو قوي ان انا اقول في الاول لو سمحت او من فضلك. فكلمة بليز وثانك يو اسمهم الماجيك ووردز أو الكلمات السحرية. طيب خليني أحكي لحضراتكم قصة كده بيرسونال ستوري أو قصة شخصية. كنت بعمل الدكتوراه بتاعتي في إنجلترا، وكان بنتي سلمى ساعتها كان عمرها 3 سنين، واخدها ورايحين مع بعض الحضانة في مدينة ليفربول. فبنتمشى لحد الحضانة، فدخلنا الحضانة لقينا المدرسة واقفة وماسكة في ايديها باكو بسكوت. طبعا سلمى طفلة صغيرة فشافت البسكوت فكان نفسها في بسكوت، فقامت قايلة للمدرسة ايه؟ give me a biscuit. فالمدرسة راحت مبتسمة كده وقايلة لها ايه؟ سلمى where is the magic word؟ فسلمى قعدت تفكر كده وبعدين قامت قايله لها please give me a biscuit. فقالت لها good girl، وراحت مطلعه البسكوته وقايله لها ايه؟ here you go، وراحت مدياها البسكوته. سلمى لسه هتاكل البسكوته قامت المدرسه قالت لها سلمى where is the other magic word؟ قامت سلمى قايله لها thank you. قالت لها good girl، وراحت يعني انبسطت وكانت سعيدة المدرسة بان هي بتعلمها في السن الصغير ده بليز وثانك يو. فقمت رايح للمدرسة قلت لها يعني الوقت بدري قوي، يعني اتس تو ايرلي بالنسبة لسلمى، ده لسه عندها 3 سنين ولسه انت بتعلميها في السن الصغير ده بليز وثانك يو. قامت قايله لي حاجة لطيفة جدا، قالت لي انت عارف ان 80% من شخصية البني آدم بتتكون لحد عمر 6 سنين بيزد على الريسيرش وبيزد على الأبحاث.
فقلت لها بجد؟ قالت لي ايوه، عشان كده احنا في السن الصغير ده بنغرس في الاطفال شويه اثكس وشويه فاليوز لطيفه جدا، من ضمنها الماجيك ووردز اللي هي بليز وثانك يو. طيب ده هياخدنا بعد كده بقى للكلمتين التانيين اللي فاضلين في اختصار تيبس. عندي I am not sure، وعندي كمان سوري. I am not sure هنا يعني ايه؟ يعني ساعات اتسأل اسئله وما عنديش اجابه، فلو سمحت لو انت ما تعرفش الاجابه ممكن تقول I am not sure، انا I don't know، انا مش متاكد، طب خليني اشوف الموضوع ده وارجع اجاوب عليك مره تانية. خلي بالكم يا جماعه الحاجات دي كلها بتخبط في حاجه اسمها انتجريتي، النزاهه، الامانه. بلاش تدي اجابه لو انت مش متاكد اصلا من الاجابه، بلاش تدي اجابه لو انت مش عارف الاجابه. مش عيب ابدا ان انا اقول ما اعرفش، مش عيب ابدا ان انا اقول انا مش متاكد. طيب والكلمه الرابعه هي كلمه سوري. سوري لما بغلط لازم اعتذر. الاعتذار قوه، والاعتذار ليس ضعف. لما بغلط بقول انا اسف، انا بعتذر لحضرتك على كذا وكذا وكذا. وده كان كده الوجبه بتاعت النهارده، وجبه تيبس. من فضلكم اكتبها في ورقه، حطها على الموبايل، علقها جنبك على السرير، حطها على مراية الحمام، علشان دايما ابقى شايف هذه الكلمات الجميلة البسيطة الأربعة، وابقى دايما فاكرها واستخدمها مرة ورا التانية. لو سمحت لو انت مش بتستخدمها هتحسن كتير جدا من مهارة التواصل. سهلة؟